السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى رحنا السوق، جبت لكم كنز من السوق، كنز ما اقولكمش عليه. شوية بسارية بقى هعملها لكم طاجن في منتهى الجمال، طاجن بسيط وسهل اهي زي ما انتم شايفين كده. مقاديرنا البسارية الكمية اللي انت جايباها، وفي فلفل سبايسي وفلفل رومي وبصل وطماطم وثوم وليمون وبهارات سمك وكمون وملح. دي مقاديرنا. عايزه اوريكم حاجه، انا بنضف البسارية ازاي. هوريكم واحده بس كده تتنضف ازاي، وهعمل الكميه وهقول لكم عليها. امسكي البسارية كده، اسحبيها كده تطلع. بصي البسارية زي الفل ازاي. البسارية تتنضف كده، ما تعمليش رصه بالبطن. امسكي البسارية طلعيها كده اهو. بصوا تطلع زي الفل معاكي البسارية. هنضف البسارية وهرجع لكم تاني يا حبايبي. ثواني وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. البسارية اهي منضفاها كلها وغسلاها غسلة كويسة. هجيب بولة، هعمل فيها ايه؟ هحط فيها البولة دي اهي معاكم. هحط البصل، افضي فيها البصل اهو، وهمسك البصل دوت ادعكه حلو قوي بالبهارات والحاجه اللي معايا، الملح والكمون وبهارات السمك اهو. همسكه بس ادعكه كويس كده ماشي اهو زي ما انتم شايفين كده. وهحط عليه الفلفل السبايسي بالرومي اهو. وهحط حته التومه، حته التومه اهي، واحط الطماطم. وهعمل ايه بقى؟ همسك الليمونتين، انا قطعه ليمونتين اعصرهم حلو قوي على الخليط ده زي ما انت شايفه كده. وامسك كله مع بعضه كده. كويس خلاص كده. انا غسله حلو قوي اهو، لخبطت كله مع بعضه. اروح جايبه البسارية بتاعتي اللي انا منضفاها وهقلبها عليها، وهسيبها في التتبيله دي تاخد وتدي مع نفسها كده، تخش في كل الحباش اللي احنا عاملينه. وهنفردها في الصينيه كده حبايبي اهو اهو زي ما انتم شايفين. هنجيب الصينيه بتاعتنا، القالب اللي انت هتعمليه فيه، وهتفرجيها فيها كده. بعد كده هتحطي شويه زيت اهو كله مع بعضه كده. الليمون بريحتها، انت بتشمي ريحتها وهي نيه كده، عايزه تاكليها اكل. طبعا البسارية دي مفيده جدا، كلها كالسيوم يا جماعه، وماليه السوق دلوقتي ورخيصه وحلوه ب20 جنيه. تعملي غدوه حلوه في البيت ب20 جنيه، مش عايزه جنبها اي حاجه. هي دوبك بصلايه طماطمايه قرن الفلفل الكمون كله من البيت طبعا. هنحط لها شويه زيت وهدخلها الفرن وهطلعها لكم. لما تطلع حبايبي هتشوفوا جمالها. عايزاكم تدوقوا طعمها بس اهو. سيبها شويه زيت كده وندخلوها الفرن، ولما تطلع من الفرن هوريها لكم واوريلكم جمالها ايه. ايه رايكم؟ تتاكل اكل وهي نيه كده. ماشي يا حبايبي. وده المنظر النهائي لصينيه البسارية بعد ما طلعت من الفرن. طاجن البسارية ده تحفه وجميل وسهل ورخيص يا حبايبي. وطبق سلطه وبصل متخرط عليه خل. وبالهنا والشفا اللي شاف، وبالهنا والشفا اللي هياكل. احلى طبق بسارية هتاكلوه. يا ريت تجربوه تقولوا لي في التعليقات رايكم ايه. طبق سهل وبسيط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.